وانا ببصم بالعشرة ان المنتخب الجزائري هو اقوى فريق في القارة الافريقية الان. ماذا قال الاعلام المصري والتونسي بعد فوز المنتخب الجزائري على منتخب ليبيريا ويتحالفون مع الجزائر ضد المغرب؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل ان نبدأ، لو انت محب وداعم للمنتخب الجزائري فيرجع الاعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا ان تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز المنتخب الجزائري على منتخب ليبيريا في عقر داره، ليتصدر المنتخب الجزائري مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بالمغرب ب6 نقاط بالعلامة كاملة، وهذا الذي جن جنون الإعلام المصري والتونسي، حيث صرح أسطورة المنتخب المصري محمد زيدان وأدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة وقال: لقد شاهدت مباراة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الليبيري، واستحق بالفعل المنتخب الجزائري هذا الفوز، ولقد شاهدت تغييرا جذريا في صفوف المنتخب الجزائري، فأنا كنت معتاد أن أشاهد البليلي ورياض محرز وإسلام سليماني وبغداد بنجاح في صفوف المنتخب الجزائري، ولكن هذه التشكيلة الشابة جعلت المنتخب الجزائري أكثر نشاطا وحيوية بأرضية الميدان، وهذا الذي جعل المنتخب الجزائري يعبر المنتخب الليبيري بكل أريحية. أعتقد أن المنتخب الجزائري سيكون منافسا شرسا على كأس الأمم الإفريقية القادمة بالمغرب، ولكن أكثر ما أخشى على المنتخب الجزائري صراحة أن هذه المباراة ستقام في المغرب، وأعتقد أن المغاربة وعلى رأسهم فوزي لقجع سيقوم باستفزاز المنتخب الجزائري والجزائريين في تلك البطولة، وأنا أعني ما أقوله جيدا. ويجب على اتحاد شمال إفريقيا الذي يتكون من الاتحاد الجزائري والاتحاد المصري والاتحاد التونسي أيضا أن يتحالفوا ضد فوزي لقجع وأن يحجموه في تلك البطولة من أجل مصلحة مصر والجزائر وتونس قبل فوات الأوان. فيما صرح المدرب التونسي السابق نبيل معلول وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة التونسية وقال: أنا سعيد بفوز المنتخب الجزائري على المنتخب الليبيري، وهذا يؤكد أن المنتخب الجزائري في طريقه الصحيح من أجل استعادة أمجاده من جديد بعد أن فقدها في نسختي إفريقيا الماضيتين. فبيتكوفيتش فعل ما يمكن فعله بضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب الجزائري، وهذا الذي كنا ننادي به من قبل. فأعتقد بعد فوز المنتخب الجزائري اليوم على ليبيريا أنه سيضمن مقعدا في كأس الأمم الإفريقية القادمة بالمغرب، وستكون هذه النسخة من المنتخب الجزائري ستكون الأفضل على الإطلاق منذ فترة ليست بالقصيرة، وسينافسون على كأس الأمم الإفريقية القادمة بالمغرب. وصراحة كنت أتمنى هذه البطولة الإفريقية أن تقام على أرض الجزائر قبل أن يفعل فوزي لقجع مؤامرته الحقيرة لكي تنظم المغرب هذه البطولة، ويجب على تونس والجزائر أن يتحالفون ضد فوزي لقجع من أجل عدم استخدامه أساليبه الحقيرة ضد الجزائر وتونس في كأس الأمم الإفريقية القادمة بالمغرب. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.